السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور عليكم جميعا. الحكم على سكينة قلامور، هذا أول خبر. الحكم عليها ب10 شهور سجنا نافذة، غرامة ديال 500 درهم، ثم المنع من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 3 سنين. هذا ما هو إلا حكم خفيف عليها، ولكن كونوا أكيدين أنكم غادي تشوفوا أحكام اللي أقصى من هذا الحكم على بعض المؤثرين وعلى بزاف ديال الناس اللي ولاو كيسبوا ويعايروا ويشتموا في مواقع التواصل الاجتماعي بدون وجه حق. هذه غير البداية، والأحكام اللي جاية غادي تكون لقدام. واش هاد السيدة قدمت الاستئناف ولا مازال؟ أكيد غادي تقدم استئناف، ولكن الحكم الابتدائي صدر في أقل من أسبوع. فبالتالي كونوا اكيدين كما قلت لكم انكم غادي تشوفوا اقسى من هذه الاحكام ان شاء الله من هنا لقدام. بالنسبه لمريم البدويه، خرجت كتجاوب ايمان باري اللي كما قلت لكم في بعض اللايفات ديالها، الله يهديها باش تراجع نفسها، باش تراجع راسها، خصوصا في هاد المسائل ديال الاتهامات، وخصوصا في هاد المساله ديال السب والشتم، وما كتلجمش فمها. الله يهديها، انا كنقول الله يهديها، راه السب والشتم راه كتعطي الصليه. فبالتالي خرجت مريم البدويه باش كتجاوبها وكتقول ليها الا عندك شي حاجه خرجيها، الا عندك تسجيلات شداهم علينا، عندك تسجيلات حنا كنضربوا في شي حد ولا في شي حاجه، عاطياها لاكور باش تحطهم. قلت ليه حطيهم واعطي لصحابك ولا صحاباتك، هما كاع اللي يخرجوها. فبمعنى انه اللي في جهدو شي حاجه يديرها، خصوصا انها قالت باللي زعما ما كيحرضوهاش، ما عمرهم قالوا ليها شي حاجه في شي حد. ولكن من واحد الناحيه اخرى بغيت نعرف انا علاش ايمان باللي مثلا كتولي تحلف على شي امور باش تبين انها مثلا مصداقيه كتبغي تحلل وتناقش واحد الامور بواقعيه. علاش انا كنشوفها بعض المرات كتحلف براس وليداتها؟ انا كيجيني هذا الشيء ماشي نورمال. على الاقل ملي تكوني كتحلفي بالقران حلفي باللي بغيتي، ولكن الوليدات يستحسن انهم يبقوا ابار، لانه باش دوك الدعاوى مثلا سواء كانوا صادقين ولا ماشي صادقين، المهم الدعوه ما تخرجش ودي في داك الولد الصغير الله يستر ولا شي حاجه. فمن الاحسن وليدات الصغار يبقاو بعاد. فهي كتدعي باش الحاجه الخايبه تخرج فيهم الا هي كتبات. وكونوا اكيدين راه ماشي كاع داكشي اللي كتقول صحيح، اكيد كاينه حاجات اللي هي صحيحه، ولكن في نفس الوقت كاينين حاجات مغلوطه كيتعمدوا انهم يقولوها من اجل لفت الانتباه، من اجل يعني استقطاب المشاهدين، من اجل انهم ياخذوا اموال الى غيرها من هاد الامور. ماشي غير ايمان اللي كدير هاد المساله، راه بزاف ديال المؤثرين كيديروا هاد الامور. هاد الزمان اللي حنا فيه حتى حد ما كيتحرش، يعني ما يقدرش شي حد يحرش الكتاب هذا شي حد، لان ايمان قالت ان البدويه وبناتها كانوا كيحرشوها على الناس وغيرها. كاين واحد المثل عامي في المغرب كيقول ان الكلاب، وانا ما كنمثلش ايمان حاشا واعوذ بالله من هذا القول بالكلبه يعني ولا شي حاجه، لا ابدا ونهائيا، ولكن مثل مغربي كيقول ان الكلاب هي اللي كتتحرش، من غير الكلاب ما كيتحرش حتى حد وما كيتعمر حتى حد. الواحد اللي كيتعمر هو الرابع التليفون، ديرو على الوقت اللي بغيتي وسير رقد. اما بنادم راه حتى الوليدات الصغار ما تقدرش ديرها بهم. مريم قالت ان ايمان كطلب منهم فلوس باش تدافع عليهم، وبما انها قالت عندها دليل، اذا حتى مريم هنا مطالبه تحط الدليل وتفضح هاد ايمان. فضحيها الا فعلا كتسعى في الخاص، فضحيها انت ياش خاسره. كيف كتقول هي اللي عنده شي دليل يحطوا اللي فيهم اللي فيكم عندها الدليل على الوحده الاخرى تحطوا. علاش ما تفضحوش الطرف الاخر؟ سواء مريم مثلا عندها ادله على ايمان تحطهم، ايمان عندها ادله على مريم تحطهم.
أدلة على بعض الأمور. أكيد أنه كاين أمور اللي قانونية ما غاديش يفتحوا راسهم عليها، ولكن أمور اللي بسيطة مثلا هذه صيفط ليها هذه ما صيفط ليهاش، هذوك الأمور حطوها ما كاين حتى مشكل. خصوصا أنكم مع بعضياتكم كتقولوا اللي عنده شي حاجة يحطها، يعني اللي حط الدليل هو اللي غيعرفوه الناس صادق. أما الهضرة والكلام راه كل شي كيعرف يهضر، خصوصا هاد المؤثرين وكلهم كيعرفوا يهضروا تبارك الله، كيعرفوا يقنعوا الناس ويشكيو ويعاودوا وتقول هادو ما عرفت انا كيفاش غنوصفهم، ولكن صافي تقول هنا نموت هنا نبات انا، صافي هاد الناس هما اللي كاينين وما منهم جوج وما كيهضر حتى حد اخر بحالهم. فبالتالي واحد الهضره عندهم واخا ماشي صحيحه كياكلوا الواحد عقله. كيعرفوا يقنعوا بنادم انها صحيحه، بالتالي اللي عنده دليل في هذه الامور كامله هو اللي غادي يعرفوه الناس صادق، اللي عنده دليل وحطه، واللي منعجه ياكل هاد الديب كيف كيقولوا بالعربيه ديالنا الطعرابت. دابا ايمان كتقول انها كتسجل وفي نفس الوقت كتقول ما كنسجلش الناس، ولكن كتقول انها كتسجل وعندها ادله على كل واحد كيأديها. الناس مثلا سعيد، مثلا الربالة، مثلا غيرها من هاد الناس اللي ولات معاهم دابا اللي عاد مشات للطرف ديالهم او لجهتهم، كونوا اكيدين ان راه هما عارفينها واحد المدة كانت ضدهم، كانت كتعايرهم، ماشي ما كانتش في صفهم. كونوا اكيدين باللي ما غاديش يثيقوا فيها 100% لمجرد انها جات لعندهم. كونوا اكيدين انهم غادي يردوا منها البال وما غاديش يعطيوها نيتهم 100%. لي جروب اللي كيكونوا فيها الناس مثلا واحد الخمسة الناس مثلا ستة الناس صحاب مجموعين وملمومين، هادو صحاب نيت، والشك الشيطان كيدخلوا بيناتهم، عاد وحدين يلا تصالحوا ما يمكنش وما يمكنش انهم يثيقوا في بعضياتهم مباشرة. وإلا عقلتوا غير على اللايف ديال البارحة على ما اعتقد ولا هو البارح، سعيد كتب في العنوان بالبند العريض الإيمان، كتب ليها قالت ليك الربالة هضري بالمصداقية وبارك ما تلوي عليا. دابا واحد تيق فيك، واحد معاك في صفك غادي يكتب عليك بحال هذا العنوان، هذا دليل مباشر على انهم حتى هما واخا هكا كيشوفوها واخا في جهتهم ولا واخا في صفهم، ولكن باقا كتزيكزاكي شويه. فهمتوني كيفاش بغيت نوصل لكم؟ فبالتالي يعني باش ايمان انها تعول عليهم راهم تايقين فيها 100%، فكاع ما تعول. هما اكيد تا هما اي واحد كتواصل معاه اكيد انه غيكون كيسجلها. اللي قادر انه يشد عليها دلائل غيشدهم عليها، باش غدا ولا من بعد عاوتاني لا تقلبوا على بعضياتهم كل واحد غيولي ضرب في الاخر. مريم قالت انها صافتت واحد 2500 درهم اللي هي 250 اورو الايمان. يا ريت تبين البروف، يا ريت تبرقها. الا كان كلامها صحيح يا ريت تبين البروف، تبين فيه غير السميات والمبلغ، بلا كاع ما تبينش الاسم العائلي، رقم الهاتف، البطاقه، رقم البطاقه، يعني المعلومات الاخرين اللي كيكونوا في الروسي وفي داكشي بلاش كاع ما تبينهم، غير تبين الاسم والثمن اللي صيفطات ليها باش تبين انها فعلا راه خلصاتها. لان كما قلت لكم راه مريم قالت ان هذه ايمان بغات يوليو هما يخلصوها بالشهريه باش تولي تدافع عليهم، وهي قالت ليها عادي، قالت لي هذيك الشهريه حنا دايزه فينا، وهذيك مساله طبيعيه، لان الواحد مادام كيخدم في الطياب، كيخدم في الكانون، كيخدم في الغبره، كيخدم في تماره التكرفيس، الله يجعل يخدم غير في شي حاجه اللي سهله ولكن كيتسمى خدام عليها، كيجيه داك المدخول الشهري كيبغيه الراس وماشي كيمشي يعطيه للناس، هذه مساله طبيعيه. فبالتالي هادشي اللي خرجت مريم بينات انه هو السبب الحقيقي ديال هذا النزاع كامله،
وكذلك المحسنين. أكدت على الأم أن الأم ديالها يعني ما يمكنش تفرض على الناس أنهم يعطيو لهاد السيدة هادي، وداك الشي اللي كاين فعلًا. بعد هي ما يمكنش أنها تفرض على الناس يعطيو الإيمان. المحسنين ما يمكنش حتى شي حد أنه يفرض عليهم لمن يعطيو، شحال يعطيو، شنو يعطيو، كيفاش يعطيو، إلى غيرها من مثل هاد الأمور. وبالتالي فإيمان حتى هي عاوتاني راه خارجة كتبرر كما قلت لكم الموقف ديالها، ولكن المشكل أنها خارجة كتبرر بالسب، بالشتم، بالضرب في الشرف وغيرها من الأمور. لهذا كنقولوا أنها خاصها تراجع راسها، لأن هي كما كتقول، كما قالت لراسها، هي راسها براسها قالت أن عليها شكايات من النيابة العامة. هي قالت عندي 13 شكاية من النيابة العامة أبار شكايات الآخرين ديال الناس المدني. فخلاص، خلاص يعني أنها عندها ما يكفي من الشكايات، ومازال غادة في الأمور اللي غادي تديها للقضاء، غادي تديها المعاقبة القانونية، غادي تديها المحاسبة. فما كاينلاش أنها تعذب راسها بهذا الشكل هذا. اللي باغي راسو يتكيس على راسو، اللي باغي ولادو يتكيس على راسو باش يبقى ليهم، باش يقدر أنه يساندهم. فهاد الشي اللي كاين في اللايف ديال مريم ديال اليوم. ايمان دايره لايف، ولكن صراحه الله كما قلت لكم فيه السبان والمعيور بزاف، وداك الشي ما قدرتش انا نكملو، ما فياش انا اللي تصنت لداك الشي. داكشي علاش ما كملتوش، راه خليتها مازال طالقه لايف. جيت غير نلخص شويه من داكشي اللي قالت مريم وصافي. الله يسر الامور الجميع، كل واحد الله يسهل عليه. دمتم في حفظ الله ورعايته، خليتكم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.